اكبر كذبه تربينا عليها في المغرب هي خدم وعيش الامور غتصلح، الفلوس غير وسخ الدنيا. اش دار قارون وفرعون؟ ياك ماتوا. هذا كيتسمى مخدر الفقراء. ولكن الواقع كتخدم سنين ومنين كتعيا كتكبر وكتلقى راسك باقي في بلاصتك. وقف لحظه وسول راسك بكل صراحه، الا بقيتي كدير نفس الشيء اللي كدير دابا فين غتكون ملي تدوز 10 سنين؟ الى الجواب خلعك راه هذا الفيديو ماشي صدفه. كبر الشاشه ديال تليفونك وركز معايا مزيان. الخدمه لا تساوي الغنى. كنعرف ناس خدامين من 20 عام وما عندهم حتى 15,000 درهم مجموعه، اللي جابوا نهار يديه ليل الله حسن العوان. وكنعرف ناس اخرين ما خدامينش بزاف ولكن فلوسهم كتكبر. الفرق ماشي في الجهد ولا الزهر، الفرق هما عارفين كيفاش كتخدم الفلوس. الا كنتي كتبيع وقتك بالدرهم راك داير صفقه خاسره. بغيتي تعرف علاش؟ اسمعني. الصدمه الاولى، إلا خبيتي 10 المليون اليوم في 2035 راه ما بقاتش 10، بقات غير 5 في القدرة الشرائية، حيت كاين تضخم. وانا متاكد انت عارف تضخم اش كيعني. يعني بلا ما تحرك نص رزقك تحرق وكيمشي هباء منثورا، مبلوكي شي بركه في البنك. اسمعني نقول لك اسرار البنك اللي ما عمرك سمعتيها في شي بلاصه. البنك كتشد فلوسك كتسلفها لجارك ب 12% ربح وكترجع لك انت 3%، وانت فرحان بالامان. يعني انت اللي خاسر. الا حسيتي بالغدر راه يلاه بدينا. إلا طبقتي هذه القاعدة غتبدل في التعامل مع فلوسك. كاين قانون بسيط كيستعملوه الناس اللي سابقينك وعندهم خبرة. هنا خصك تركز، ولا ما فهمتيش رجع وعاود سمع. 72 مقسومة على نسبة الربح تساوي شحال من عام باش فلوسك تدوبل. مثال 1% تساوي 72 عام، 12% تساوي 6 سنين. السؤال اللي كيطرح راسه هو فين داير فلوسك وفي شحال كتدوبل؟ إلا عمرك ما حسبتيها راك باقي ناعس ومجايب للدنيا خبار. ولكن دابا غادي نوقف هنا شوية، حيت كاين سؤال اخطر. الى البنكه ماشي الحل، فين كيديروا الناس اللي فايقين فلوسهم؟ دابا نبداو الحساب. غادي نكشف ليك فين كيدور الرزق الحقيقي في المغرب، وعلاش كيوصلوا ناسو وكيديروا فلوس وانت لا. اسمعني مزيان وخدم معايا عقلك، حيت الحساب صابون. لماذا بعض المغاربه كيسبقوك بسنين؟ الا وصلتي معايا حتى لهنا راك ماشي فضولي، راه باغي تبدل حياتك. هذه هي اهم حاجه. اسمعني، راه النظام ما باغيكش تكون غني، باغيك غير مزلوط ساكت وكتصرف. الا بغيتي تخرج من اللعبه رابح خاصك تعرف كيفاش تلعب بذكاء. كاينين 3 طرق خدامين في المغرب. 9 حتى 10%، يعني 72 مقسومه على 9 تساوي 8 سنين، يعني غتدوبل فلوسك في 8 سنين. شري دار كريها قديمة وما فيهاش فلوس اللي تردك غني، ولكن كاين اير بي ان بي كراجات 10-12% غتدوبل فلوسك في 6 سنين. هذه هي اللي فيها الفلوس. 20-30% غتدوبل فلوسك في 3 سنين. وعلاش التجارة أسرع؟ حيت فيها الدم، فيها الحركة، فيها العقل. ولكن راه ماشي لأي واحد. دابا نكون صريح معك، أكبر عائق ماشي الفلوس، أكبر عائق هو الخوف. تبرير حتى نشوف، حتى يفرجها الله. اللي كيربح هو اللي كيبدا بوالو صغير ولكن ناقصة، حيت محتاجة لشرح مفصل غنديروا فيديو عليها إن شاء الله. أول حاجة حبس الكريدي، جمع رأس مال، دخل فلوسك في ماكينة، ما تاكلش الرباح، خلي كرة التلج الدور. ولكن كاين خطأ واحد إلا درتيه كتطيح كل شيء، وهذا الخطأ غادي نهضروا عليه بوحدو ان شاء الله. اسمحني اخويا العزيز واختي العزيزه، كل نهار كتضيعوا راك كتعطيه لشي واحد اخر. ماشي حساب، هي انذار. الا خرجتي من الفيديو دابا ورجعتي تنعاس ولا تشعل كارو وتقول هضروا خاويه، راه اختيار. ولكن خصك تعرف باللي راك غتبقى ديما في بلاصتك. ولا بغيتي حياه افضل، صبر وتعلم اللي افيدك وتوكل على الله وطبق. الخطأ اللي كيديروه حتى الفايقين. اسمعني اخي، الا وصلتي لهنا راه انت ماشي من القطيع، ولكن خليني نصدمك بالحقيقه القاصحه. اغلب الناس اللي كيطيحوا ماشي حيت ما بداوش، كيطيحوا حيت بداو وغلطوا، وهاد الغلطه ما كتعلمها في حتى بلاصه وكتقتل المشاريع بلا ما تحس. كاين واحد المشهد كنشوفوه كل نهار في المغرب. شي واحد جمع شويه فلوس، تحمس، قال دابا غنبدا. اول شهر كيبان الربح، الضحكه، الامل. الشهر الثاني شويه تعب، شويه ترتيبات. الشهر الثالث المشروع واقف، الفلوس نقصات، والجمله المشهوره والقاتله كتخرج هاد الشيء ما خدمش ليا. ولكن الحقيقه المشروع ما فشلش، الطريقه هي اللي كانت غلطه من الاول. خليني نقولها لك بلا فهمات. المغربي ملي كيبدا مشروع كيبدا من الغلط للاخر. شنو هو الغلط للاخر؟ كيبدا بالربح، باغي تربح دابا، تشوف الفلوس دابا، تحس بالنجاح دابا. ولكن السوق ما كيخدمش بالعاطفه، السوق كيخدم بالقانون.
وانت ما كنتيش عارف القانون. كاينين 3 الأخطاء كبار كيقتلوا أي مشروع صغير قبل ما يتنفس. اعطيني ودنك وحل عفلك أخويا. كتخلط بين الرزق والماكينة. هذا الخطأ هو أخطر واحد. ربحتي 3000 درهم كتقول رزقي أو كتصرفهم، ولكن الناس اللي فايقين كيقولوا هذا راس المال ديال الماكينة. الفرق الأول كياكل المشروع، الثاني كيكبروا. المشروع في الأول بحال طفل صغير، إلى كل نهار كتشد ليه منه شوية راه غيموت. ولكن المغربي شنو كيدير؟ أول ربح لباس، ثاني ربح تليفون، ثالث ربح قهوة وماكلة برا، ومن بعد يقول لك المشروع ما فيهش. لا خي، انت اللي كليتيه. كتستثمر في السلعة وما كتستثمرش في راسك. بزاف كيبداو كيشريو السلعة ولكن ما كيشريوش الفهم. كتلقى واحد شرا حوايج ماكينات سلعة ولكن ما عرف والو على السوق، ما عرف والو الزبون، ما عرف والو في شنو كيتباع في هاد التوقيت. كيخدم بالتخمين. وهنا واش السوق كيكون رحيم؟ الجواب لا. السوق كيعاقب الجهل وبقسوة. واش عمرك شفتي شي تاجر كبير كيشري سلعة بلا ما يعرف شكون غادي يشريها، فين وبشحال؟ حيت هو فاهم واحد القاعدة: الفلوس كتمشي اللي كيعرف يسيرها ماشي اللي باغي. كتدخل المشروع وانت باغي الراحة، وهنا كنضربك في الجرح. بزاف كيبدا مشروع باش يهرب من التعب ديال الخدمة، ولكن المشروع هو أكتر حاجة كتطلب التعب في الأول. اللي باغي الراحة خاصو يبقى موظف، اللي باغي الحرية خاصو يتعذب في الأول. كاين واحد الوهم خطير: ندير مشروع باش نرتاح. الحقيقة هي كتعذب اليوم باش ترتاح غدا، واللي ما مستعدش العذاب راه المشروع غادي يتعذب في بلاصتو. دابا خليني نعطيك واحد الحقيقة اللي كتقصح وصعيبة تدوز. الفقر ماشي نقص في الفرص، الفقر هو نقص في الانضباط. كاين فرص في كل مدينة، في كل سوق، في كل موسم، ولكن قلة الصبر، كثرة التسرع وانعدام الخطة كيقتلوا أي فرصة. خليني نسولك سؤال بسيط وخطير في نفس الوقت. إلا عطيتك مشروع مربح 100% ولكن خاصو صبر، إعادة استثمار وتعلم، واش غتكمل ولا غتهرب من اللي غيتعطل الربح؟ جاوب راسك بصدق. دابا نوصلك لأخطر فكرة في هذا الفيديو. المشروع ما كينجحش حيت زوين، كينجح حيت صاحبه تبدل. إلا دخلتي للمشروع بنفس العقلية القديمة غتخرج بنفس النتيجة القديمة. المشروع ما كيصلحكش، إما كتصلح راسك إما غتفشل. إلا وصلتي لهنا راك واحد من القلة اللي بدات كتفيق. هاد الفيديو ما جا من لا استوديو لا كاميرا غالية لا فريق، جا غير من طريقة التفكير وسكريبت وكيفاش تهضر. بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش كتخرج هاد الفيديوهات، كيفاش كتكتب، كيفاش كدير الهوك، كيفاش كتخلي المشاهد يبقى. دابا كنخدم على دورة مفصلة كنشرح فيها كل شيء، من الفكرة للسكريبت للتصوير بالتليفون للإلقاء الريتم، كيفاش الفيديو يوصل ويأثر. ماشي دورة ديال التفلسيف، دورة عملية آل الزيد وبثمن رمزي في استطاعة أي ولد شعب باغي يبني محتوى ويبدل حياته بشي حاجة بيديه. إلا كنتي مهتم غير خلي في الكومنتير كلمة باك، ومنين توجد غنعلن عليها هنا بلا ضغط وبلا وعود خاوية. إلا قدرت نعاون شي واحد يبدأ راه هذه هي الربح الحقيقي. كان معك حمادي، كون كاين.